أنا كويسة أنا كويسة. مالك مضغوطة كده؟ الحياة مش مستاهلة، فيها شوية. اللي عندي ده مش ضغط شغل، ده إحساس ما بيروحش أصلا. أغلب الناس بتقعد تقولي بطلي حساسية ودراما، بس اللي أنا فيه ده مش دراما، ده اسمه GAD أو اضطراب القلق. وكل يوم بتحصل معارك جوا دماغي ومش بترضى تخلص. ايه هي الأعراض؟ ضربات قلبي بتبقى سريعة جدا، يبقى عندي صعوبة في التنفس، بتنفس بالعافية، غير الآلام العضلية والصداع المستمر والتفكير المفرط في أسوأ السيناريوهات. معاناة جدا بصراحة. الحل مش إنك تنسي اللي انت بتمر بيه، الحل في إنك تستعيني باستشارة نفسية. الاستشارات النفسية مش عيب، دي بداية التعافي أصلا. فعلا لو تعرفوا حد بيمر بالأعراض اللي بتحصل لي دي في الفيديو، حاولوا تبقوا جنبه، حاولوا تدعموه، وبلاش تتريقوا عليه أو تتنمروا عليه، لأن حالته النفسية أهم حاجة في فترة تعافيه من GAD أو اضطراب القلق العام اللي هو عنده. صحتك النفسية ما تقلش أي أهمية عن صحتك الجسدية. لو تعرف حد بيمر بالأعراض اللي في الفيديو دي، ابعتله الفيديو عشان يعرف يعمل ايه. ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.